سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. تصريح صحفي حول رفع الحظر عن وزارة الإعلام. إجراء عمليات عيون ناجحة في عدخالة. معرض الكتاب يسهم في تطوير ثقافة القراءة. ترامب يعلق مشروع الحرية في هرمز، وروبيو يعلن انتهاء العمليات الهجومية. هجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في تشاد يوقع أكثر من 20 قتيلا. مناورات الناتو تهدف إلى التدرب على السيطرة على منطقة كالينغراد. السلام عليكم ورحمة الله. تصريح صحفي حول رفع الحظر. في ظل الاهتمام المتزايد والتقارير التي تشير إلى اتخاذ تدابير إيجابية وشيكة لرفع العقوبات غير المبررة المفروضة على إريتريا منذ أكثر من عقدين، فإن من الأهمية إلقاء نظرة موضوعية على الأحداث، وذلك لتوثيقها تاريخيا ووضع النقاش الدائر حاليا في سياقه الصحيح. فرض حظر جائر وغير قانوني على إريتريا في فترة أعياد الميلاد نهاية عام 2009 عبر مجلس الأمن الدولي بادعاءات ملفقة مدفوعة ومفبركة من إدارة أوباما دون الاستناد إلى عملية قانونية ودعم بأدلة موثوقة أو جوهرية. وقد أعلنت إريتريا حينها استنكارها وتسجيل استيائها الشديد، والمؤسف في حينه تأييد الممثل الدائم للاتحاد الروسي في نيويورك هذه المهزلة المشينة لإدارة أوباما تأييدا مطلقا، بينما اقتصر موقف الممثل الصيني على الامتناع الاسمي. رفع الحظر بعد 9 سنوات عام 2018 بعد أن ألحق ضررا بالغا، ورغم إيجابية هذا القرار المتأخر لم يقتصر رد إريتريا على القبول المتسامح، بل سعت إلى توضيح أسباب فرض الحظر أصلا لأهميته في تأكيد الحقيقة والعدالة. ولا تزال هذه التساؤلات بلا إجابة حتى اليوم. من هم الداعمون الحقيقيون لحركة الشباب آنذاك وحتى اليوم؟ وتقديم المسؤول عن الحظر غير المشروع أمام القانون. واستمرارا لخياراتها الشائنة، فرضت إدارة بايدن مجددا عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على إريتريا عام 2021 انطلاقا من اليأس والعداء الشديد، وقد أدانت إريتريا بشدة هذا العمل غير المشروع في وقته. ذكر في الأيام الماضية بأن الحظر الذي فرضته إدارة بايدن قد رفع، لذلك نجدد موقفنا الداعي إلى تحقيق العدالة وتصحيح السياسات الخاطئة للحيلولة دون تكرارها. وتشير تقارير هذه الأيام إلى قرب رفع العقوبات الأمريكية غير القانونية والأحادية الجانب، ونأمل أن يبشر هذا الإجراء بتصحيح دائم للسياسات الخاطئة بما يضمن العدالة والشرعية والإنصاف. وزارة السادس 6 مايو 2026. أجريت عمليات جراحة العيون الناجحة لإزالة عتمة العين على 187 مواطنا يعانون من ضعف البصر في مستشفى عدخالة. وقال مسؤول الخدمات الصحية في مديرية عدخالة بالإنابة الدكتور عوض تسفاي إجراء العمليات الجراحية على 187 من أصل 2500 مواطن خضعوا للفحوصات الطبية في الحملة التي استمرت أسبوع. ونصح المواطنين الاهتمام بأعينهم والتوجه إلى المركز الصحي فورا إذا لاحظوا أي مشاكل. وأوضح خبير طب العيون كحساي تمسكن إن الحملة جزء من الجهود المبذولة على مستوى البلاد لمكافحة العمى، وحث المواطنين الذين خضعوا لعمليات جراحية على استخدام أدويتهم بشكل صحيح. وأعرب المواطنون الذين أجريت لهم العمليات الجراحية عن الارتياح لإجراء الجراحة عن قرب في مديريتهم، والتي وفرت لهم الكثير من النفقات لأن العملية أجريت في مركز منطقتهم، وشكروا العلاج الشامل الذي تلقوه.
أفاد زوار معرض الكتاب في مديريتي حقات وعلى براد المنظم من 2 وحتى 4 من مايو تحت شعار المعرفة هي أساس الابتكار والتنمية أنه يساهم في تعزيز ثقافة القراءة. وذكروا بأن المعرض قد خلق بيئة تحفيز وتوعية عالية، معربين عن إعجابهم بالمبادرات الرامية إلى تعزيز إبداع الطلاب. وأشاروا إلى أن توفير الكتب لجميع الأعمار يعد ميزة، وحث أولياء الأمور على اغتنام الفرص والموارد المتاحة وتعزيز ثقافة اقتناء الكتب. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية أنه بالتزامن مع معرض الكتاب قدم خبراء محاضرات لطلاب المرحلة الثانوية ركزت على الابتكار والإبداع. ينظم معرض الكتاب هذا العام للمرة السادسة في إقليم عنسبة وللمرة الثانية في مديريتي حقات وعلى برعد، وسينظم في الأيام القادمة في مديريتي حمل مالو وكرن. نظم في مديريتي وسط دنكاليا وعصب أسبوع الطلاب شباب تحت شعار تعزيز التنظيم برفع الوعي. تضمنت فعاليات الأسبوع التعليمية والثقافية المنظم من 23 من إبريل وحتى 3 من مايو على شكل مسابقات تراث القوميات الإريترية والرقص الحديث والدراما والشعر والأزياء والابتكار والتصنيع والرسم وقرية الحياة المعيشية والمعلومات العامة وغيرها. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية عصب السيد علي أحمد أن الهدف هو رفع وعي الشباب وتعزيز تنظيمهم. ودعا مدير مديرية عصب السيد برهان كداني وممثل المدير التنفيذي في إدارة مديرية وسط دنكاليا السيد أحمد آدم إلى جدية تحقيق نتائج أفضل. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ فسحية كداني أهمية غرس قيم الوطنية والإبداع والثقافة في نفوس الطلاب إلى جانب دراساتهم الأكاديمية. وذكر رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلاب فرع إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر بأن ازدياد تطور البرنامج يعكس أهميته، داعيا لتعزيز مساهمة كافة المؤسسات. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين. نظم فرع وزارة التعليم بإقليم الكاشبركة في 3 من مايو دورة تدريبية لأعضاء الإدارة والمالية إضافة إلى مديري المدارس في مديرية تسني. تركزت الدورة على تحسين أساليب إدارة الممتلكات والوثائق وتوضيح الإجراءات الخاصة بالمشتريات وطرق إعداد التقارير المتعلقة بالأصول الثابتة والسجلات بهدف معالجة أوجه القصور في هذه الجوانب. وأوضح مسؤول قسم الإدارة والمالية بالفرع الأستاذ ستيفانوس هبتزيون أن التدريب يهدف إلى تعزيز الالتزام باللوائح وتحسين إدارة الموارد المالية والممتلكات. من جانبه أكد مدير التعليم في مديرية تسنية الأستاذ آدم بشير على أهمية تطبيق المعارف المكتسبة نظرا للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المشاركين في مجالات الإدارة والتنظيم. كما أشار مدير مديرية تسنية السيد سيوم قبريسوس إلى أن حسن إدارة الممتلكات والأموال سواء كانت ثابتة أو متحركة يمثل ضرورة أساسية، مؤكدا أهمية هذه الدورة في رفع كفاءة الأداء الإداري. سجل مركز الصحة في دار الضاحية حد شعدي تطورا ملحوظا في خدمات الولادة والتطعيم بحسب ما أفاد به مسؤول المركز الصحي الممرض أرون ملوغيتا. وأوضح أن الوعي الصحي من خلال التوعية والأنشطة الإرشادية ساهم في رفع نسبة الولادات في المرافق الصحية إلى 41% بشكل مستمر ومتزايد، كما وصلت تغطية تطعيم الأطفال إلى 100%. كما أشار إلى أن حملات الفحص والكشف عن الأمراض غير المعدية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم تجرى داخل وخارج المرافق الصحية، داعيا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما إلى إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة حالتهم الصحية. ويخدم مركز صحة حد شعدي 16 قرية في مديرية علا برعد و4 قرى في مديرية عتك ليزان. وتقع إدارة ضاحية حد شعدي بمديرية علا برعد على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي بلدة إدن. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يومين من انطلاقها، فيما أعلنت طهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر المضيق. وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي إنه سيعلق مشروع الحرية لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان من الممكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتوقيعه أم لا. وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار المحادثات الإيجابية مع إيران وسط تأكيد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مشاركتها في العملية. وجاء موقف ترامب بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو بأن عملية الغضب الملحمي انتهت، كما أبلغ الرئيس الكونغرس. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن واشنطن أصبحت الآن في مرحلة دفاعية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تبادر من تلقاء نفسها إلى فتح النار، لكنه شدد على أن القوات الأمريكية التي تنفذ هذه العملية سترد بفاعلية قاتلة إذا تعرضت للاستهداف. أما في طهران، فأكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالباف أن بلاده لم تبدأ بعد تصعيدها في هذا الممر التجاري الحيوي، فيما توعد الحرس الثوري برد حازم على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون أن تسلك المسار الذي فرضه. قتل ما لا يقل عن 24 شخصا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تشادية في منطقة بحيرة تشاد، في تصعيد جديد للهجمات التي تشهدها المنطقة من قبل جماعات جهادية. الهجوم وقع ليلا على قاعدة بركة تولوروم، حيث أفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس بريس بأن الهجوم أدى إلى مقتل 25 عنصرا من الجيش التشادي وإصابة 46 آخرين، فيما تحدث مسؤول محلي عن سقوط 24 قتيلا وعدد من الجرحى. ووفق المصدرين نسبت العملية إلى جماعة بوكو حرام، في حين أكد مسؤول محلي أن الوضع بات تحت السيطرة بعد الهجوم. وقال الرئيس التشادي محمد إدريس دبي أن بلاده ستواصل القتال بعزيمة صلبة إلى أن يتم القضاء على هذا التهديد بالكامل، مقدما تعازيه إلى عائلات الضحايا. صرح السفير الروسي لدى النرويج نيكولاي كروتشينوف أن حلف شمال الأطلسي الناتو يجري تدريبات على سيناريوهات الحصار البحري والاستيلاء على منطقة كالينينغراد خلال المناورات. وأوضح السفير الروسي في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء أن دول الناتو قد أظهرت مرارا وتكرارا استعدادها لتقييد حرية الملاحة التجارية من خلال أعمالها غير القانونية التي تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي تحت ستار زائف يتمثل في محاربة ما يسمى بالأسطول الخفي. وأعلنت وزارة الدفاع الإستونية بدء مناورات عاصفة الربيع 2026 العسكرية، والتي ستستمر قرابة شهر. وخلال المرحلة الأكثر كثافة سيشارك أكثر من 12 ألف جندي من إستونيا والدول الحليفة بما فيها أوكرانيا. في الوقت نفسه تجري مناورات مماثلة في ليتوانيا وكذلك في بولندا وفنلندا بمشاركة آلاف الجنود ومئات من المعدات. أعلن وزير الدفاع الياباني أن طوكيو تدرس إمكانية تسليم مدمرات من طراز أبوكوما وطائرات أخرى إلى الفلبين في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد الكشف عن أكبر تعديل لقواعد تصدير المعدات الدفاعية منذ عقود. وصرح شينجيرو كويزومي خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته لمانيلا بأن اليابان اتفقت مع الفلبين على تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع ضمن إطار عمل جديد لنقل المعدات الدفاعية. وقال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو إن الجانبين اتفقا مبدئيا على عملية النقل ويعملان حاليا على وضع التفاصيل. ولم يحدد الوزيران جدولا زمنيا لعملية النقل، لكنهما أشارا إلى اتفاقهما على تشكيل فريق عمل لوضع السياسات والمتطلبات التشغيلية اللازمة لتسليم المعدات في نهاية المطاف. في سياق متصل، نفذت قوات من الفلبين واليابان أول تدريب مشترك بالذخيرة الحية ضمن مناورات
سالكنيب العسكرية. ختاما سيداتي وسادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تصريح صحفي حول رفع الحظر. إجراء عمليات عيون ناجحة في عالدخالة. معرض الكتاب يسهم في تطوير ثقافة القراءة. ترامب يعلق مشروع الحرية في هرمز، وروبيو يعلن انتهاء العمليات الهجومية. هجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في تشاد يوقع أكثر من 20 قتيلا. ومناورات الناتو تهدف إلى التدرب على السيطرة على منطقة كالينينغراد. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.